تعرف إنك لو كنت عايش في الصين تقدر تسافر أكتر من 50 دولة ومن غير طيارة كمان؟ أنا لفيت أفريقيا بمزيكتها وألوانها ورقصاتها وسط ألمع العقول الأفريقية الحاصلة على منح بجامعات الصين. بيسموه اليوم الأفريقي، وده يا سيدي عملوا مصنع العالم الصيني احتفالاً بإضفاء الشمعة 70 مع أكبر قارة في العالم فيها مواد خام وثروات حيوانية وزراعية. أجمل ما في القصة إن بكين ما حاولتش تغير أبداً الروح الإفريقية، بالعكس دي سابت لها مساحة كبيرة تعبر فيها عن نفسها. كل خيمة هنا كانت بتحكي حكاية عن التاريخ أو الثروات أو الاستعمار والتحرير، وسط حرف وتماثيل وإكسسوارات وعروض رقص خرجت الصينيين كلهم عن وقرهم المعتاد. وكل ده كان في مكان واحد أثبت إن جسور الثقافة بتنجح دايما في اللي بتفشل فيه السياسة. مكان نجح إنه يقرب مسافات الجغرافيا ويكتب فصل جديد من فصول التاريخ عن علاقة هذا الكوكب الصيني بالقارة السمراء.